تمكين حضور الجالية العربية اللي في أغلبيتها، لكن مش كلها، في أغلبيتها مسلمة، من أجل مثلا تنظيم الجالية المسلمة، وهذا قانون قام به الرئيس ساركوزي لما كان وزير داخلية. ففي ترسيخ وتنظيم الجالية هذه هو تأكيد لوجودها وحضورها ثقافيا، لأنه الإسلام هو ثقافة كذلك، هو ثقافة، هو جزء من ثقافتنا. إذن ثم خطوات قامت سواء من طرف الجهات الرسمية سواء من المجتمع الأهلي، يعني الجمعيات تقوم بأشياء، لكن العمل ما زال، الطريق ما زال طويل من أجل أن تصبح اللغة العربية فعلا مثل ما تفضلت أنت ونبهت له متداولة بيناتنا نحن كمغاربة، يعني تونسي وجزائري نحكيه بالعربي، نحكيه بلهجتنا. صحيح اليوم أنا لما نقابل صديقي المغربي أو صديقي الجزائري نحكيه بالفرنسية، وهذا شيء يعني مضحك مؤلم، أو هي حقيقة يمكن نتجاوزها في نهار من النهارات. على كل خلي الوقت للوقت، يعني laissons يعني لو طون، donnons le temps pour le temps، يعني نعطي الوقت للوقت، نخلي الوقت. هذه مقولة ايش اسمه الرئيس ميتران؟ فرانسوا ميتران. إذا يعني معهد العالم العربي، وفكرة للسادة المستمعين أريد أن نقول المعهد العالم العربي في باريس وعمارة راقية جدا متطورة جدا، يعني حتى شبابيكها، حتى أن الحيطان تفتح وتغلق حسب الشمس. رصدت لها أموال طائلة وتقوم بفعاليات سنوية وعلى مدار السنة لتجسير العلاقة بين الثقافة العربية والثقافة الفرنسية والأوروبية. وفرنسا اليوم تدأب دائما على هذه العلاقة، علاقة تبادلية ربما، يعني هناك من يقول أن علاقة، يعني وهنا أسأل السؤال، يعني هل العلاقة الآنية بين العرب ولا سيما الشمال الأفريقيين المغاربة والفرنسيين علاقة تابعة ومتبوعة كمخلفات لعقلية الاستعمار أو الاستدمار علينا، يعني مع الفرنسي على البلدان العربية، أما أنها علاقة تبادلية؟ أظن أنه جاءت مرحلة في وقت من الأوقات كانت العلاقة ربما علاقة علوية، يعني ثقافة الغالب على المغلوب، وهذا حقيقة تاريخية ما نجمش ننكرها، يعني هذه حقيقة تاريخية. الآن نصور أنا ثم جهد كذلك، أنا ألقي باللامع على المثقف العربي، يعني هو يلزم يتخلص من عقدة الدنيا وعقدة النظر للآخر للغرب كمستعمر كمهيمن. هذه يلزم نكسر هالعقدة النفسية هذه ونتعامل معه كشريك، يعني تعامل نتصور أنا مع المجتمع الغربي بمثقفيه كشريك، وفعلا هو شريك معنا في عديد المسائل وأهم المسائل، التنمية والسلام والأمن. يعني لما نتعامل معه بالأسلوب هذا ونكسر هالعقدة النفسية هذه، نتصور حتى لو كان في الجانب المقابل، يعني في جانب المثقفين الغربيين ما زالت هناك نزعة للهيمنة، نتصور أن باش نوصل في وقت من الأوقات نحيدها ونخليها فاقدة المفعول، بل من مصلحتنا نحن أن نسعى لهم، نسعى باش نقرب بين ثقافتنا وثقافتهم. هنا يجي دور الترجمة، يعني المؤسسات اللي تعنى بالترجمة كم عددها في الوطن العربي في شمال افريقيا بصورة عامة، لانك باش توصل افكارك لازمك تترجمها وتوصلها له المتلقي. نقطة اخيرة بالنسبة للمسألة هذه اود اني نعرج عليها، هي عقلية المقاطعة. يعني في كل مرة نسمع بنداء قاطعوا هالمعرض الفلاني لسبب، يعني لسبب أو يعني الأسباب عديدة، على كل تذكر عديد الأسباب لمقاطعة هذا المعرض للكتابة وغيره. أنا ضد الفكرة هذه، يا سيدي خلينا من فكر المقاطعات وخلينا نتقاربوا لبعضنا ونفهموا بعضنا، لأني طالما أني ما فهمتكش وطالما أنك ما فهمتنيش ما نجموش، مش ممكن باش يحصل بيناتنا أي شيء، وإذا ما يحصل بيناتنا أي شيء يعني العدم. هذا هو. نعم. إذا نعود لهذا الحوار بعد الإعلانات، تبقوا معنا. من محصيلة أوراق جميع مراوح السقف ابتداء من 99 شيكل تشكيل كل احترام. أجمل وأفضل مراوح السقف حلو كل احترام. 99 شيكل وب10 سنوات كفالة، وأيضا الاستجابة لطلباتكم. احنا ناخذ ادوارد سعيد. جميع الثريات تعود عليكم نور. محصيلة أوراق شبكة الإنارة الأكبر في البلاد.
ماذا؟